جايب لك النهارده وجبه من اول 57 جنيه. 3 قطع ستريبس، طبق الرز الكبير ده البسمتي، تمام، توميه. ده بقى ما تمنوش لألد اعدائي، ده عباره عن شطه بس، انا مش عارف هم حاطين شطه بس هو مولع. كل ده ب 57 جنيه. يعني وجبات من اول 57، هتاكل ستريبس ب 57 جنيه. لو انت راجل بقى ايه غني وعايز مثلا ايه ام 80، هيبقى نفس النظام بس 5 قطع ستريبس 80 جنيه، ومعاهم نفس النظام ده، وفي 6 حتت بطاطسات بالعدد بيحطهم لك، انا اكلتهم قبل التسويق. مكان رخيص بيهتم بجودة الأكل بس ما بيهتمش بالتفاصيل. يعني الحاجة هتجيلك كده إيه في طبق فل، والحاجة دي بيبقى طبق فل متغطية كده، جاية متغطية كده. يعني ما بيهتمش بالتغليف، مفيش حاجة كاتب عليها اسمه غير الكيس. الكيسة الوحيدة اللي هو كاتب عليها اسمه، ليهم فرعين، يعني هي دي الكيسة الوحيدة كاتب عليها تاكو. عنوانه عند المعرض، ده رقم فيه فرع في بسيون، وفي فرع في طنطا عند المعرض بعد البنزيمة على طول، على أول شارع كفر عصام. ده ده الحاجه الوحيده اللي هو كاتب على اسمه. بعيدا بقى انت مش عاجبك، شايف ان الحاجه دي مش جايه معاك والكلام ده، في عندك اسامي انت عارفها وانا عارفها ممتاز. 3 قطع دول 3 بس 150 جنيه من غير رز. فانت مش مع الناس الغلابه اللي هو احنا منهم، اتكل على الله روح على الحته التانيه. ده بقى رز ايه البسمتي ده، نقول بسم الله. رز كويس والله. انا بس لو عندي تعليق بسيط عليه، سنة ملح زيادة. أنا من النوع اللي بحبش الملح بصراحة، يعني فممكن تكون دي حاجة فيا. دوبال ستريبس. أحلى حاجة هنا الستريبس مش مصنعات، ستريبس فراخ. وأنا راجل شغال في الفراخ، فخد مني الكلمة دي ثقة، أنا بقول لك إيه فخدها ثقة. اللي بيستخدموا هنا فراخ مقطعينها وعاملين الستريبس ده من شرايح بانيه، يعني حاجة الجودة ممتازة. ولا اللي هي الشركات بقى اللي هي اللي بتبقى فارما والكلام ده من ده، لأ، مفيش أي فارما خالص من القطع اللي أنا أكلت منها. مفيش منها اي فرمه خالص، دي قطع فراخ، حتى بص تلاقيها بتشد معايا. قطع فراخ. صراحة المكان ده انا بحبه وبحب اكل منه اول ايام ما بيبقاش معايا فلوس. اسعاره من اول 57 جنيه، 3 قطع ب57، 5 قطع ب80، في حوالي 10 قطع او 15 قطعة مش متذكر ب150 جنيه. اسعاره